وصفة النهاردة هي حالة خفيفة وبسيطة. لو جالكم أي ضيوف وحابين تقدموا ليهم حاجة حلوة وتكون خفيفة وسريعة، مش هتلاقوا أحسن ولا أسهل ولا أبسط من الوصفة دي، كمان اقتصادية زي ما طلبتوا مني. مش هطول عليكم، يلا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جبت بسكوت، وطبعا أي نوع بسكوت بس يكون سادة، وكسرته كده مش حتت صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، بالحجم اللي انتم شايفينه ده. وفي الخلاط حطيت لبن بودرة، سكر بودرة، حتة زبدة صغيرة تديها بس طعم حلو ودسامة حلوة جدا، وشوية مية دافية. وشغلت عليهم الخلاط وضربتهم كتير كتير لحد ما بقى احلى حليب مكثف محلى زي ما انتم شايفين كده. لو عايزين تبسطوها على نفسكم شويه ممكن تجيبوا الحليب الجاهز المكثف المحلى، بس والله ده طعمه نفسه بالظبط ويمكن كمان احلى بكتير. حطيت عليهم كاكاو، يكون الكاكاو بتاعي خام، ورجعت وضربتهم كمان مره لحد ما بقى احلى واطعم صوص شوكولاته. حقيقي هتجربوه، طعمه حلو جدا. هي حاجة كده بتبقى سهلة وبسيطة، الولاد بتحبها جدا، وانا دايما بعملها في العيد الحقيقة. بس كده، وتقلبوا بقى البسكوت مع الشوكولاتة او صوص الشوكولاتة يعني. تدوها بقى تقلبتين لحد ما البسكوت ما يتغلف مع الشوكولاتة كويس جدا. هنا بقى عندي ورق استرتش نزلت جواه بالبسكوت. لو ما عندكمش على فكرة ممكن ورقة زبدة، ممكن برضو لو عندكم مفرش سيليكون، كيس تلاجة، اي حاجة متاحة عندكم استعملوها. وقفلته كويس جدا على شكل بونبوني، وسويتها علشان لما اجي اقطعها كلهم يبقوا حجم واحد. دخلتها بقى التلاجة يدوب بس تمسك، وطلعتها وقطعتها حلقات بالشكل ده. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ ومش شكل بس، والله طعمها كمان يجنن. حرفيا احلى ليزي كيك هتجربوه، احلى من الجاهز واحلى من اي طريقة تانية. سهلة وبسيطة، مش بتاخد وقت خالص. كمان في حاجة تانية اختياري، هي ان انا جبت باكو شوكولاتة جاهزة وحطيتها في حمام مية سخنة، وعملت لها كده خرم صغير من النص، ووزعتها كده فوق الوش. كمان هو تاتش كده سهل وسريع وبيخليها طعمها حلو، بس على فكرة من غيرها برضو طعمها حلو جدا. تقدموها بقى مع فنجان قهوة أو كوباية شاي، بيبقى طعمها يجنن. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبكم الفيديو بتشوفوني من الفيسبوك ما تنسوش لايك للفيديو، لايك للبيج. لو انتم بتشوفوني من اليوتيوب ما تنسوش لايك، شير، سبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.